سلام عليكم. ويبدو أن عندما فكرت في تسمية هذا البرنامج اللمسة الأخيرة لم أكن أعلم أنني سوف أخذ هذه الميزة من مهاجمي النادي الأهلي، فتستمر مشكلة اللمسة الأخيرة مع الأهلي والزمالك في الدوري، وكأن الجولة لم تلعب بعد تعادل الأهلي مع المصري والزمالك مع الاتحاد وفيوتشر مع بيراميدز، وتظل الصدارة في حالة ركود، وريال مدريد في طريق النادي الأهلي ممثل أفريقيا في كأس العالم للأندية. فأهم حاجة اللي انت تنزل دلوقتي تحط لايك وتشترك في القناة وتتأكد ان انت مفعل زر الجرس، وما تنساش تتابع حساباتي على السوشيال ميديا، هسيب لك اللينكات تحت في الوصف. أهلا بيكم، معاكم محمد مجدي من قناة اللمسة الأخيرة، والحديث عن مباراة الأهلي والمصري والزمالك والاتحاد السكندري. الحقيقة أنا في بداية كلامي كنت عايز أتكلم عن الحكم وسوء إدارته لمباراة اليوم، بس الحقيقة الفريق البطل مش بيبص للأخطاء التحكيمية أو الأخطاء الإدارية أو أي شيء سوى كرة القدم، وأعتقد يعني إن أخطاء الحكم ما أثرتش في أحداث المباراة، بس أنا مش هتكلم عن الأداء التحكيمي خالص، بس اللي باين إن الحكم ما عندوش شخصية في التعامل مع اللعيبة. بس أكتر نقطة ضايقتني من الحكم هي نقطة الوقت البدل ضايع. يعني الحكم ادى 6 دقايق وقت بدل ضايع، اتلعب منهم 5 بس، بعد ما اللعب اتوقف اكتر من مرة وكان في تبديلين ومحمود جاد وقع علشان يضيع الوقت. والحقيقة انا بحترم محمود جاد في شيء، ان هو اعتذر لجمهور النادي الاهلي وقال ان اللي قال له يقع هو كابتن حسام حسن علشان يبدل، وعمرو السولية ورامي ربيعة راحوا قالوا له قوم وكمل لعب، قام على طول. فالحقيقة انا احترمت محمود جاد على النقطة ديت بالذات، بس المفروض الحكم كان المفروض يمد الوقت بدل ضايع دقيقة كمان، لان الدقيقة ديت الاهلي كان ممكن يجيب فيها جون، واحنا متعودين على كده دايما مع النادي الاهلي، وده اللي قاله كابتن عماد متعب في الاستوديو التحليلي بعد الماتش. ونرجع بقى للتحليل الفني، فمارسيل كولر بدأ بال4-2-3-1 على الورق، محمد الشناوي في حراسة المرمى، وخط الدفاع من اليمين للشمال محمد هاني وياسر ابراهيم ومحمود متولي وعلي معلول، و2 ديفندر اليو ديانج وعمرو السولية، وصانع العاب محمد مجدي قفشه، وناحية اليمين حسين الشحات، وناحية الشمال برونو سافيو، وراس حربة محمد شريف. بس خلينا نتكلم كده في اكتر من نقطة تكتيكية في النادي الاهلي. يعني مثلا لو احنا رحنا لمفهوم الكرة الحديثة هتلاقي في حاجة اسمها جبهات، يعني في جبهة يمين وجبهة شمال. فكان النادي الاهلي زمان ايام حسام البدري كان بيلعب ب2 بس في كل جبهة، الظهير والجناح، وكان بيعتمد على صانع الالعاب ان هو بيضم كراس حربة تاني جنب راس الحربة الاساسي. اما بقى في الكرة دلوقتي فانت هتلاقي كل فريق بيعتمد على 3 لعيبة في كل ناحية. يعني مثلا في كل جبهة هتلاقي الظهير والجناح ولاعب الوسط اللي بيضم ناحيتهم، وهكذا الناحية التانية. فانت لازما هتلاقي لاعب فاتح على الخط، ولاعب تاني بيضم للنص، ولاعب بيغطي وراهم وهو المسؤول عن بناء الهجمة. فعلى سبيل المثال مثلا اللعيب اللي انت هتلاقيه ماسك الخط ده هيبقى يا الجناح يا الظهير، واللاعب اللي بيضم للوسط دوت هتلاقيه يا اما لاعب الوسط يا اما الجناح، واللاعب اللي بيغطي وراهم واللي هو مسؤول عن بناء الهجمه هتلاقيه يا اما الظهير يا اما لاعب الوسط اللي بيضم الناحيه دي. يعني اللعيبه بتختلف بس التكتيك واحد، ان في لعيب فاتح على الخط ولعيب بيضم للنص ولعيب وراهم بيغطي وهو اللي مسؤول عن بناء الهجمه. فمارسيل كولر في مباراه النهارده كان بيعتمد على ان الجناح هو اللي يبقى ماسك الخط وفاتح الملعب، وان لعيبه الوسط هي اللي تبقى ضامه في منطقة الهاف سبيس اللي هي المنطقة اللي ما بين المهاجم والجناح، وهتلاقي الظهير هو اللي بيغطي وراهم وهو اللي مسؤول عن بناء الهجمة. بس مع الأسف أظهرة النادي الأهلي كانت ماسكة الخط قوي، كانت المفروض تضم العمق الملعب شوية علشان يبقى عندها خيارات للتمرير أفضل من كده. فزي ما احنا ما قلنا التشكيلة كانت 4-2-3-1 على الورق، بس هي في الطبيعي كانت 4-3-3 مع تقدم السولية جنب محمد مجدي قفشه، وديانج شايل خط النص لوحده، واللي في بعض الأحيان بتتحول لل4-1-4-1 مع رجوع الأجنحة لخط النص. بس أنا شايف إن مارسيل كولر أخطأ في توزيع لعيبته في الشوط الأول. فأنا شايف إن اللي كان مفروض إن هو يغطي ورا الاتنين واللي هو يبقى مسؤول عن بناء الهجمة هو عمرو السولية، ويكون هو اللي راجع لورا، واللعيب اللي يبقى ماسك الخط هو علي معلول، واللاعب اللي بيضم في منطقة الهاف سبيس يكون برونو سافيو. فلما انت ثبتت علي معلول ويبقى هو اللي مسؤول عن بناء الهجمة، انت ما استغلتش علي معلول هجوميا خالص. ده غير ان انت سبت محمد هاني هو اللي يبقى مسؤول عن بناء الهجمة في الشوط الاول في الناحية اليمين، واللي هو مش بيجدها بنسبة كبيرة قوي، واللي ديت اتحولت في الشوط الثاني بعد ما احمد عبد القادر نزل، فبقى علي معلول هو اللي فاتح على الخط، مع ان احمد عبد القادر كان بيضم للنص، مع رجوع عمرو السولية هو اللي يبقى مسؤول عن بناء الهجمة ويغطي وراه. فخليني اسألك سؤال كده، هو ليه برونو سافيو بيبدأ على طول شمال
مش احمد عبد القادر هو اللي بيبدا؟ الاجابه ليها اكتر من سبب. السبب الاول ان الجبهه ديت ما فيهاش لعيبه متوافره كتير عند مارسيل كولر ان هو يختار لعيب ينزله، بس ده مش معناه ان سكواد النادي الاهلي ما فيهوش لعيبه كتير، لا هو مليان لعيبه، بس للاسف اللعيبه فيه اصابات وفيه ايقافات، وديت اللي موجوده في كل مراكز النادي الاهلي في الملعب. فانت عندك مثلا كهربا موقوف، وناحيه اليمين اتصاب عندك كريم فؤاد واكرم توفيق وطاهر محمد طاهر. فخليني اقول لك بقى ليه مارسيل كولر بيعمل كده. فمارسيل كولر لاعب برونو سافيو ناحيه الشمال ان هو على طول هتلاقيه بيحب يغير في اللعيبه، وان هو بيحب يعمل تدوير للتشكيله، ان التشكيله بتاعت الماتش ده مش هتلاقيها هي بتاعت الماتش الجاي، وديت اللي هيبقى فيها نقطه سلبيه، ان التشكيله مش هيبقى فيها ثبات، وبعض اللعيبه هتفقد الثقه في نفسها. وحاجه تانية ان انت لما هتلاقي برونو سافيو بيلعب في مركز 10 كصانع العاب، هتلاقي مارسيل كولر بيعتمد على الهجمات المباشره السريعه، في ظل ان يكون في بديل لاحمد عبد القادر ناحيه الشمال وبديل لحسين الشحات ناحيه اليمين، هتلاقي برونو سافيو بيلعب في مركز 10. والنقطة تانية هي إصابة محمد مجدي قفشة في أول 10 دقايق من المباراة. فما بالك ان محمد مجدي قفشه اصلا في الطبيعي ان هو بياخد ثانيه زياده امال لما بيخرج الكره من رجليه، فما بالك بقى لما هو اتصاب بقى محتاج ثانيتين ان هو امال لما يخرج الكره من رجليه. ده غير ان محمد مجدي قفشه كان نازل المباراه كان مركز وكان باين منه الخطوره، وديت اللي اثرت عليه وفي ادائه بقيه المباراه. ونقطه تانية هي نقطه راس حربه النادي الاهلي، فهو لحد دلوقتي مش عارف يعتمد على مين راس الحربه الاساسي للنادي الاهلي. فانت عندك مثلا محمد شريف قبل ما يخرج ضيع كوره والجون فاضي اللي هي اتصاب فيها محمد مجدي قفشه، وعندك شادي حسين لما نزل جات له كوره من مصطفى سعد ميسي، جات له مش عارف هيشوطها بيمينه ولا هيعدل ويشوطها بشماله ولا هيعمل فيها ايه، ولا انا عارف ولا انتوا عارفين ولا هو ذات نفسه عارف هو كان هيعمل فيها ايه. اما بقى محمد شريف اللي هي كانت النقطه الايجابيه اللي عنده او ميزه محمد شريف زمان، ان هو كان مهاجم بيعرف يخترق بسرعته وبمهارته وان هو يوصل لاماكن خطيره ويخلص الهجمه على طول، يعني فينيشر من الاخر. بس للاسف محمد شريف دلوقتي مش عارف يخلص اللي هي كانت النقطه الايجابيه اللي عنده، اللي هي اهم ميزه عند محمد شريف. ومحمد شريف كمان تقل قوي كمركز مهاجم، ما بقاش بيتحرك التحركات بتاعته بتاعت زمان، وما بقاش عارف يستلم وياخد المدافع في ظهره وينطلق بالكوره. فما بالك اصلا ان محمد شريف دلوقتي ما بقاش عارف يستلم والكره تحت رجليه. فانا ما زلت عند رايي ان النادي الاهلي محتاج مهاجم تقيل قبل كاس العالم للانديه اللي داخل علينا ده. فما ينفعش مثلا ان انت يبقى عندك 2 مهاجمين او جناح ومهاجم هما الاثنين يضيعوا كورتين والجون فاضي، وانت رايح على كاس العالم للانديه مش هتجيلك فرص بالمنظر ده خالص. وانا هنا بتكلم عن هجمه حسين الشحات واللي هو يعتبر شاطها بره الجون والجون فاضي، اللي كان انفراد قفشه وقفشه اداها له، والكره الثانيه اللي هي كوره محمد شريف اللي هي في لقطه اصابه قفشه اللي هو الجون فاضي وقام جاي شايطها في السماء. فما ينفعش مهاجم النادي الاهلي تجيله فرص بالسهوله ديت ويضيعها في الاخر. والنقطه الثانيه هو مين هو بديل عمرو السوليه في النادي الاهلي. يعني انت عندك مثلا ان انت خرجت عمرو السوليه ونزلت حمدي فتحي في الشوط الثاني، هل حمدي فتحي هو اللاعب رقم 8 اللي زي عمرو السوليه؟ لا. هتقوم جاي مثلا احنا دعمنا بمروان عطيه. الحقيقه انا مش عايز احكم حكم مبكر على مروان عطيه، بس للاسف مروان عطيه تيبيكال حمدي فتحي، هما الاثنين نفس طريقه اللعب بالظبط. ففي ظل ان انت ما عندكش لاعب بديل لعمرو السوليه بيلعب مركز 8، قررت ان انت تخرج محمد محمود وعمار حمدي اللي هما الاثنين بيعرفوا يلعبوا مركز 8 صرف. ونرجع بقى للكلام الفني، فمارسيل كولر كان بيعتمد على ان هو يلعب لعب عرضي، كان ان هو بيجمع اللعب في جبهه ويعكس الملعب الجبهه الثانيه اللي بيكون فيها مساحه واللعيبه بيبقى عندها الوقت ان هي تعمل فرصه خطيره. فعلى سبيل المثال محمد مجدي قفشه كان بيميل ناحيه اليمين، كنت على طول هتلاقيه بيلعب كره عكسيه الناحيه الثانيه لبرونو سافيو وعلي معلول، فهتلاقي برونو سافيو كان بيستلم الكوره صح. وميزه برونو سافيو اللي هو مارسيل كولر بيخلي برونو سافيو هو اللي يلعب عن احمد عبد القادر، ان احمد عبد القادر لما بيستلم الكوره بنسبه كبيره قوي بتتقطع منه او مش بيحسن التصرف فيها ما بعد الاستلام. اي نعم بيروح بكوره او 2 طوال الماتش، برونو سافيو مش بيروح بالكورتين دولت، بس برونو سافيو كل هجمه هتلاقيه بيعرف بيستلم ويقف على الكوره وبيستنى زمايله. فهتلاقي علي معلول طلع له في كورتين وعمل له الاوفرلاب وكانت فرص خطيره للنادي الاهلي. واللعب ما كانش عن عكس الملعب لناحيه الشمال بس، كان النادي الاهلي برضو بيعكس الملعب ناحيه اليمين، كان عمرو السوليه او علي معلول بيعكس الملعب الناحيه الثانيه لحسين الشحات اللي كان بيستغل سرعته ومهارته في الاختراق وكان بيوصل لاماكن خطيره كتير، بس للاسف ما كانش بيستغلها وما كانش بيحسن اللمسه الاخيره. والحقيقه كان في اكتر من نقطه سلبيه في النادي الاهلي، سواء ان هي كانت في الشوط الاول واستمرت طوال المباراه او كانت في الشوط الاول ومارسيل كولر عالجها. فاول نقطه سلبيه معانا هي نقطه الميس باص.
فلك ان تتخيل ان النادي الاهلي كان بيفقد الكرة في اماكن خطيرة من الملعب، واللي كانت بتسبب عليه مشاكل وفرص خطيرة للنادي المصري. وتاني نقطة سلبية واللي هي تعتبر تكملة للنقطة السلبية الاولى هي بطء الارتداد للدفاع. فعلى طول كنت هتلاقي علي معلول بيرتد ببطء للدفاع، فهتلاقي على طول ان في مساحه ورا علي معلول، واللي حسام حسن استغلها بان هو كان رامي اللعيب رقم 18 من المصري ناحيه علي معلول، واللي هو خد رجل المباراه في الاخر. ده غير ان مروان حمدي كان بيميل ناحيه اليمين ناحيه علي معلول. ده غير ان جريندو بقى كان بيلعب كراس حربه وهمي، وكان بيضم كراس حربة تاني، راس حربة وهمي مفيش حد واخد باله منه. فحسام حسن كان بيلعب الكور الطويلة ورا علي معلول عشان يستغل سرعة مروان حمدي زي ما احنا ما قلنا، واللي لعب كرة عرضية الناحية التانية لجريندو زي ما انا ما قلت لك، اللي هو بيضم كراس حربة تاني، بيقف في المساحة اللي ما بين محمد هاني ومحمود متولي، علشان محمد هاني مش بيعرف يقفل في الدفاع اصلا، مش بيعرف يعمل تغطية عكسية. فكان جريندو على طول هتلاقيه في المساحة ديت، واللي هي الصراحه جت منها هجمتين للنادي المصري. الهجمه الاولى اللي هي شالها محمود متولي، والهجمه الثانيه اللي هي كانت انفراد لجريندو بس محمد الشناوي شالها. اما بقى النقطه السلبيه الثالثه في النادي الاهلي هي نقطه الركنيات اللي كان بيتحصل عليها النادي المصري. وهنا الخطوره ما كانتش خطوره مباشره من الركنيات، ولكن الخطوره هنا ان كان كل ركنيه بتتلعب النادي المصري كان بيلعبها بطريقه. يعني اول الكورنر كان بيلعبوا على القائم الاول، وكان بيخلي اللعيبه واقفه في السته قدام محمد الشناوي، والكره الثانيه لعبها بره ال 18. فكان في تنوع، وهنا الخطوره في التنوع، وان انت ما كنتش عارف نادي المصري هيطبق انهي طريقه في الركنيه. وفي الشوط الثاني نزل احمد عبد القادر وشادي حسين، واللي هم غيروا شكل النادي الاهلي هجوميا وطوروا منه شويه. وجت فرصه لاحمد عبد القادر بعد 1-2 ما بينه هو وشادي حسين، بس احمد عبد القادر شاطها في المكان اللي فيها الحارس، يعني لو كان شاطها يمين او شمال كانت هتبقى جون. وفرصه تانية جت لشادي حسين واللي هو ضيعها بعد ما مصطفى سعد ميسي اداها له. فكان في تطور لشكل النادي الاهلي هجوميا. اما بقى الحقيقه النقطه اللي تضايق هي رعونه لعيبه النادي الاهلي امام المرمى. فلك ان تتخيل ان النادي الاهلي اللي هو يعتبر رايح كاس العالم للانديه خلاص اهو، جات له 4 فرص محققه للتهديف ضيعهم هم الاربعه. محمد شريف ضيع كرة وجون فاضي، وعندك الانفراد بتاع حسين الشحات اللي هو محمد مجدي قفشه بصاها له وشاطها بره. والفرصه الثالثه اللي هي فرصه احمد عبد القادر لو كان شاطها يمين او شمال او في اي مكان في الجون مش اللي هو واقف فيه هتبقى جون. والكرة الرابعه اللي هي كرة شادي حسين اللي جات له، اللي معرفش هيشوطها بيمينه ولا بشماله، وفي الاخر طلعها بره او ما شاطهاش اصلا. فاهم نقطه ان النادي الاهلي يستغل سوق الانتقالات الحاليه، علشان كاس العالم هيدخل علينا خلاص يوم 1 فبراير او 2 فبراير الاهلي هيلعب مع اوكلاند سيتي. فالمفروض النادي الاهلي يدعم بمهاجم بقى يكون بيعرف يخلص، ويكون مهاجم هجام، علشان انا زهقت من كتر الفرص اللي بتضيع السهله من مهاجمي النادي الاهلي ديت. وكمان كان في نقطه تانية انا مش عارف انت لاحظتها ولا لا، هي نقطه الركنيات للنادي الاهلي. فكنت هتلاقي علي معلول على طول بيلعب الكورنر على القائم الثاني، علشان محمد عبد المنعم اللي هو اللي كان بيقطع على القائم القريب مش موجود للاصابه، واللي انا بتمنى له الشفاء العاجل هو وكريم فؤاد واكرم توفيق وطاهر ناس كتيره. فعلي معلول كان بيلعب الركنيات في الماتشات اللي فاتت على القائم القريب اللي كان بيقطع عليه عمرو السوليه ومحمد عبد المنعم، انما بسبب غياب محمد عبد المنعم الكورنر بقى بيتلعب على القائم البعيد، ولاعب كان المفروض يريحها لورا او يريحها على القائم القريب تاني، يعني يعكسها على القائم التاني، ولاعب تاني يدخل يخلصها، او لو هي اتيحت ليه الفرصه ان هو يشوطها على طول في الجون يشوطها على طول في الجون. بس للاسف دوت احنا ما شفناهوش النهارده بسوء تنفيذ من لاعبي النادي الاهلي. وكمان نقطه ثانيه برضو يعني شبه سلبيه هي نقطه التسديد. يعني لعيبه النادي الاهلي النهارده ما سددتش تسديدات كتيره، ففي الاخر حسام حسن قدر ان هو يخطف نقطه من النادي الاهلي، وفي الاخر خلصت المباراه بالتعادل السلبي 0-0. ونروح بقى لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري. هما كلمتين كده هنقولهم على السريع، اسباب خسارة الزمالك او اسباب تراجع مستوى نادي الزمالك في المباريات الاخيرة. فخليني قبل ما اقول لك الاسباب اقول لك طريقة لعب نادي الزمالك اصلا في المباراة اللي هو ابتدى بيها المباراة كانت عاملة ازاي. فيريرا قرر ان هو يبدأ بال4-3-3 بعد ما كان مستقر على ال5-3-2 او ال5-2-3. ففريرا كان بيعتمد على الضغط العالي بغرض ان هو يسترجع الكرة في اسرع وقت ممكن، وما يخليش لعيبة الاتحاد تاخد نفسها في بناء الهجمة. وزي ما احنا ما قلنا قبل كده، انت علشان تلعب ضغط عالي المفروض يكون عندك حاجة من اتنين، ان انت تقدر تطبق الطريقة ديت طول الوقت المباراة وما تتعبش في الاخر منها،
واللي الحقيقه لعيبه نادي الزمالك تعبت وما قدرتش تطبقها طوال المباراه. والحقيقه برضو علشان ما تقلش على نادي الزمالك، ما فيش فريق بيقدر يلعب ضغط عالي طوال المباراه. وحاجه تانية ان انت يكون عندك سرعه ارتداد للدفاع، علشان لو نادي الاتحاد السكندري قدر يخرج بالكره هيستغل المساحات الكبيره اللي انت مش بتقدر تقفلها في حاله الدفاع او في حاله الهجمات المرتده لنادي الاتحاد السكندري، واللي كان بيستغلها وراح باكتر من فرصه خطيره. ونروح بقى لاسباب تراجع مستوى نادي الزمالك، والحقيقه هما سببين. السبب الاول يتحمله فيريرا، والسبب الثاني يتحمله اللعيبه. فخليني في السبب الاول واللي يتحمله فيريرا، واللي هو بدا بدونجا وعمرو السيسي هما الاثنين مع بعض. فالحقيقه دونجا وعمرو السيسي هما الاثنين نفس البروفايل، باستثناء ان عمرو السيسي عنده فنيات اكتر شويه من دونجا في بناء الهجمه وفي الاستحواذ على الكوره. فانا كنت شايف ان انت تلعب بواحد بس منهم، واللاعب التاني كنت تنزل جناح او تنزل مهاجم او حتى ترجعه كقلب دفاع خامس، كان هيخدم الطريقه احسن من كده. والحقيقه فريرا لما لقى ان هو مش عارف يوصل لمرمى نادي الاتحاد السكندري، قرر ان هو يعمل تغيير تكتيكي. والتغيير التكتيكي جاب مصطفى شلبي يلعب جناح يمين، وودى احمد سيد زيزو يلعب جناح شمال. فهل انت يا مؤمن تغيير تكتيكي زي هتوصل بيه لمرمى الاتحاد السكندري وتشكل خطورة؟ الإجابة هي لا طبعا. وكمان نقطة تانية واللي هي نقطة التبديلات. فأنت عندك مثلا نزلت شيكابالا ونزلت سامسون إيكينيولا. الحقيقة هما الاتنين تقال وما عندهمش لياقة بدنية، مش هيقدروا يضغطوا عالي زي ما انت ما كنت بتلعب من أول الماتش، وحتى لو انت رجعت للدفاع مش هيقدروا يساندوا زمايلهم دفاعيا. وعلى طول المساحة في خط النص زادت من بعد ما شيكابالا نزل، ومن بعده سامسون إيكينيولا نزل كمان. والحقيقه نادي الاتحاد السكندري كان بيستغل المساحات ديت في الشوط الثاني، واللي هي من بعد الدقيقه 80 نادي الاتحاد السكندري سيطر على احداث المباراه بالكامل، وراح باكتر من فرصه خطيره وكان ممكن يسجل اكتر من هدف، بس ربك سطرها مع نادي الزمالك. بس الحقيقه فيريرا معذور في النقطه ديت لسبب، هو ان هو ما عندوش دكه قويه ينزل لعيب من عليها يحدث الفارق او يريح بيها اللعيبه الاساسيه اللي بتلعب معاه من اول الموسم. واحنا عارفين ان احنا في الدوري المصري كل 3 ايام ماتش والدنيا خربانه على الاخر يعني. فانت ما عندكش الا يوسف اسامه نبيه هو اللي ممكن ينزل من على الدكه ويغير لك احداث المباراه، او يلعب مباراه كاساسي من البدايه علشان تريح لاعب اساسي. فالمشكله في نادي الزمالك ان هو ما عندوش دكه قويه يعتمد عليها في الاوقات الصعبه اللي زي دي، على عكس تماما النادي الاهلي. زي ما احنا ما قلنا النادي الاهلي عنده سكواد اول وسكواد تاني وسكواد تالت، بس السبب هي الاصابات والضغط المباريات وكمان الايقافات، على عكس نادي الزمالك اللي هو ما عندوش الا تيم اساسي بس. فاهم شرط للفرق اللي هي بتنافس على اكتر من بطوله في السيزون الواحد ان هي يكون عندها تيم اول وتيم تاني، بغرض ان انت مثلا عايز تريح واحد تراجع مستواه، الماتش معقرب مثلا تنزل لعيب من على الدكه يخلص لك الماتش. فالحقيقه النقطه ديت مش موجوده في نادي الزمالك. اما النقطه الثانيه بقى واللي يشيلها لعيبه نادي الزمالك هي نقطه اللعيبه ما عندهاش شخصيه، اللعيبه مش خايفه على النادي. فين روح الفانلة البيضاء اللي اللعيبه بتلعب بيها؟ مش موجوده. طب فين شخصيه احمد سيد زيزو واللي هو يعتبر نجم الفريق الاول ونجم الزمالك بقاله 3 سنين؟ مش موجوده. طب هل فين شخصيه امام عاشور اللي هو يعتبر قائد خط وسط نادي الزمالك؟ مش موجوده. المفروض ان اللاعب زي امام عاشور مثلا في وقت حاسم زي هو اللي يكون عنده القياده والشخصيه في وسط الملعب، وان هو ينقل فرقته من الدفاع للهجوم، وان هو يوقف فرقته. يعني ما ينفعش عمرو السيسي يكون عنده شخصيه اكتر من امام عاشور في ماتش زي ده، مع ان امام عاشور بيلعب في الزمالك بقاله كام سنه اهو، ويعتبر ان هو نجم برضه، يعتبر تاني نجم في نادي الزمالك بعد احمد سيد زيزو. وفين كمان القتال اللي عند اللعيبه اللي في الملعب باستثناء احمد سيد زيزو وامام عاشور عشان ما يبقاش مركز عليهم هما الاثنين بس؟ فين سيف الدين الجزيري؟ فين محمد عبد الشافي؟ فين حمزه المسلوسي؟ يعني حمزه المسلوسي ما حصلش منه اي حاجه خالص في مباراه الزمالك والاتحاد السكندري. وكمان نقطه سلبيه تانية وهي الافراط في المهاره. فعلى سبيل المثال عندك اي لاعب كان بيعدي 1 و2، خلاص بقى انت عديت 1 و2 باصي او العب كره عرضيه او شوط او اعمل بينيه، اعمل اي حاجه. انما كان اختيار اللاعب اللي بيعدي من 1 و2 ان هو يعدي من الثالث، وكانت النتيجه في الاخر ان الكره ديت بتتقطع ونادي الاتحاد السكندري، والكور ديت كانت بالذات في الشوط الثاني ونادي الاتحاد السكندري كان بيستغلها وبيستغل بطء الارتداد والمساحات اللي انا قلت لك عليها في وسط ملعب نادي الزمالك. فخليني بقى اقول لك كلمتين عن نادي الاتحاد السكندري تحت قياده زوران مانولوفيتش. الحقيقه نادي الاتحاد السكندري عنده استقرار فني واداري عالي قوي من بدايه الموسم وتقريبا من الموسم اللي فات كمان، وان هو عنده تيم متماسك مترابط، اللعيبه بتحب بعضها واللعيبه
حافظه كل مركز، يعني كل دور هتقوم بيه اللعيبه حافظاه. فهتلاقي نادي الاتحاد السكندري بيعتمد ان هو يجمع اللعب في جبهه ويعكس الملعب الناحيه الثانيه برضو زي ما احنا ما قلنا في النادي الاهلي. بس الاختلاف عند نادي الاتحاد السكندري ان هو على طول كنت هتلاقيه بيجمع اللعب الناحيه الشمال اللي فيها مصطفى سعد ميسي. لا مش مصطفى سعد ميسي، احمد عادل ميسي. مصطفى سعد ميسي بتاع الاهلي. ما هو احنا عندنا بقى 3 ميسي على 4 ميسي على جبنه على اسامي كتير بقى في الدوري المصري. فهتلاقيه كان بيجمع اللعب الناحيه اللي فيها احمد عادل ميسي، واللي هو بذات نفسه كان بيعكس الملعب الناحيه الثانيه، الناحيه اللي فيها ابراهيم حسن واللي عنده السرعه والمهاره، واللي كان بيتقدم معاه هشام صلاح واللي هو برضه عنده السرعه والمهاره. والحقيقه هما الاثنين كانوا عاملين مصدر خطوره على نادي الزمالك من الجبهه ديت. والحقيقه نادي الاتحاد السكندري سيطر على الملعب بالطول والعرض من اول الدقيقه 80 وراح باكتر من فرصه خطيره وكان ممكن يسجل اكتر من هدف، ولكن ربك سترها مع الزمالك. فخلينا نشوف بقى الاهلي والزمالك هيقدموا لنا ايه في ماتش القمه اللي جاي. وهو دوت كان كل اللي عندنا عن مباراه الزمالك والاتحاد السكندري. بس قبل ما نختم عايز اقول كده كلمتين عن كاس العالم للانديه. طبعا القرعه زي ما انت ما عرفت كده، الاهلي هيلاعب اوكلاند سيتي في الدور التمهيدي، وفي دور ربع النهائي لما هيكسب ان شاء الله هيلاعب فريق من امريكا الشماليه طبعا. والناحيه الثانيه في دور ربع النهائي الناحيه الثانيه، علشان الاهلي ما ينفعش يلاعب الوداد عشان ما ينفعش فريقين من نفس القاره يلعبوا في دور ربع النهائي مع بعض. ففي الناحيه الثانيه هتلاقي الوداد المغربي هيلاعب الهلال السعودي، واللي هي هتبقى قمه الصراحه انا مستنيها، والفائز منهم هيلاعب فلامينجو البرازيلي. والناحيه الثانيه لو الاهلي ان شاء الله فاز على اوكلاند سيتي وفاز على الفريق الامريكي هيلاعب ريال مدريد في نص النهائي. فان شاء الله التوفيق للفرق العربيه، واللي هو يعتبر كاس عالم عربي للانديه بقى المره دي، غير كاس العالم اللي هو بتاع العرب اللي هو اتلعب في قطر. فان شاء الله التوفيق لكل انديه العرب في كاس العالم للانديه، وان شاء الله التوفيق بالذات للنادي الاهلي اللي انا بنتمي له. والحقيقه اهم حاجه في النادي الاهلي ان انت دلوقتي بقى هدفك ان انت توصل للمباراه النهائيه. ولو انت ما عرفتش توصل للمباراه النهائيه، لان انت هتلاعب في نص النهائي، لو انت وصلت ان شاء الله يعني هتلاعب ريال مدريد، فانت ما يكونش هدفك اقل من المركز الثالث زي ما انت ما حققته في الثلاث بطولات اللي فاتت. فان شاء الله النادي الاهلي يوصل للمباراه النهائيه ويحقق انجاز اكبر من الانجاز اللي حققه الموسم اللي فات. وبس كده، ختاما كان معاكم محمد مجدي من قناه اللمسه الاخيره. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس لو الفيديو عجبك، وما تنساش تتابع حساباتي على السوشيال ميديا، هسيب لك اللينكات تحت في الوصف. وهو دوت كان كل اللي عندنا عن مباراه الاهلي والمصري البورسعيدي والزمالك والاتحاد السكندري. بس كده، سلام.